هنعمل مع بعض النهاردة رز بلبن كريمي من جوه ووش مقرمش من بره زي المحلات بالظبط. يلا بينا نشوف الطريقة. هنغسل الرز بتاعنا وبعدين نضيفه في الحلة وبعدين نضيف عليه كمية المية المناسبة، وهنسيب المية المناسبة دي لحد ما تغلي خالص. طبعا هنقلب كويس وهنغطيها مش بس لحد ما تغلي، لحد كمان الرز ما يتشربها تماما. هنبدأ نضيف اللبن ومن هنا هنبدأ نقلب على نار متوسطة، واوعوا تمشوا وتسيبوه، خليكوا جنبه على طول. نبدأ نقلب تاني وبعدين نضيف المكونات، كريمة الحلويات بتاعتنا وكمان القشطة بتاعتنا، والمكونات كلها هتلاقوها مكتوبة في الديسكريبشن. نضيف السكر كمان، وما تنسوش عملية التقليب اللي بتحصل واحدة واحدة وكل شوية واحنا قاعدين جنب الرز بلبن وبنتابعه، كل ده على نار متوسطة. ده شكل الرز بلبن اللي وصلنا له. هنضيف دلوقتي الفانيليا وهنقلبها برضو، اوعوا تنسوا التقليب. وبعدين هنضرب مستكة في الكيتشن ماشين 3 حبات ونضيفهم بعد ما نطفي النار. خلصنا هنجيب البولات بتاعتنا ونضيف الرز بلبن بعد ما سمكه يبقى زي ما انتوا شايفين كده، ولا هو جامد قوي ولا هو سايح قوي. هنسيبه بره لحد ما يبرد تماما، اوعوا تستعجلوا وتدخلوه التلاجة. وبعدين بعد ما يبرد تماما هنجيب كابس او اي اكياس متوفرة عندنا ونغطي بيها البولات ونحطه في التلاجة ليلة كاملة علشان نحصل على الوش المكرمش الجميل ده. هنبدأ بقى في تزيين الرز بلبن بتاعتنا. لو بتحبوه بالمكسرات احنا حطينا فستق وجوز هند، لو بتحبوا الزبيب طبعا حطوه، ولو بتحبوا اي مكسرات تانية ضيفوها عليه سواء سوداني او غيره. جاهز وبقى جميل، وزي ما انتوا شايفين كريمي من جوه زي ما قلنا لكم، والطعم طلع تحفة. جربوها وما تنسوش. يلا ناكل من جوه الحلة.